في مجلس الدولة اللي انا واقف قدامه بمنتهى الاريحيه والعلو والصوت بقول لحضرتك، هل لو ايمانويل ماكرون وحكومته حاولوا بس يهوبوا ناحيه الجزيره ويقول لك اصل الجزيره دي تبع امريكا، لا مش بتاعتنا، دي بتاعت انجلترا، لا مش بتاعتنا، دي بتاعت ايطاليا، اسبانيا، كوالالمبور، واحد فيكم ممكن يتعزل او يتفصل له قانون او يهجر ويتنفي او يعتقل عشان بت وفصل في مساله بتوصل النظام والرئيس والحكومه كلها بالخيانه والعماله. السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم وتحياتي لكل الاحرار والشرفاء. اللي ورايا ده مجلس الدوله الفرنسي. المبنى اللي ورايا اللي حضراتكم شايفينه ده مجلس او مقر مجلس الدوله الفرنسي. مجلس الدوله الفرنسي اللي انشئ على غراره سنه 1946 مجلس الدوله المصري في عهد او على يد جلاله الملك فاروق ملك مصر والسودان صاحب بلاد النوبه وكردفان ودارفور، الوصي على عرش فلسطين، الوصي على دوله فلسطين الحبيبه، واللي في عهده تقدمت اوغندا والكونغو للانضمام تحت التاج الملكي المصري. مش موضوعنا، نرجع لمجلس الدوله وندخل في التفاصيل او ندخل في الصميم زي ما بنقول. مجلس الدوله اللي ورايا ده في السنه الواحده بيلغي على الاقل من 10 ل 20 قرار جمهوري لايمانويل ماكرون. يعني المكان اللي ورايا ده رئيسه واعضائه عادي جدا بمنتهى الاريحيه مش بس بيقولوا للحكومه ولاي مسؤول في الدوله الفرنسيه احنا هنلغي لك قرارك، وان لزم الامر هنعوض المواطن او الموظف اللي انت جرت على حقه بقرارك من ملك الخاص ان لزم الامر. لا، ده كمان ماكرون نفسه بيتلغي له قرارات. رئيس الجمهوريه المكان اللي ورايا ده بيلغي له قرارات. بعد ما بيلغي له القرار مفيش عضو في مجلس الدوله الفرنسي اللي ورايا ده ولا حتى رئيسه ممكن مثلا يتعرض لانه يتفصل له قانون علشان يتم استبعاده او اخصائه من رئاسه مجلس الدوله او من عضويه مجلس الدوله او ان هو يغادر مجلس الدوله بانتقام. مفيش فيهم واحد ممكن يتعرض حياته للخطر او انه يقبع تحت الاقامه الجبريه. مفيش فيهم عضو بعد ما بيلغي قرار ماكرون اللي هو رئيس دوله عضو دائم في الامم المتحده. مفيش فيهم واحد بيتهجر او يتنفي او يتسجن او يعتقل علشان اصدر حكم او قرار بالغاء اي قرار صدر عن الحكومه او عن رئيس الحكومه او عن حتى رئيس الجمهوريه. المكان اللي وراك ده غير قابل للتسييس، ما بتسيسش. المكان اللي وراك ده اسمه فعلا حصن الحقوق والحريات. هو ده حصن الحقوق والحريات للمواطن الفرنسي وغير الفرنسي هنا في فرنسا. لما بمر من قدامه او لما شفته افتكرت ال 14 15 سنه اللي خدمتهم في مجلس الدوله المصري، اللي قضيت فيهم عمر راح مني جوه مجلس الدوله، ولكن اكتشفت في النهايه ان ربنا سبحانه وتعالى خرجني من مكان اصبح للاسف الشديد نظره المواطن ليه انه اداه لخرق وانتهاك حقوقهم وحرياتهم. مش هو ده المكان اللي كان ملاذ قبل الحقبه الميمونه ما تبدا. والحقبه الميمونه بالمناسبه مش بس ال 12 سنه اللي فاتوا، لا، من 52 لحد النهارده. بس اخر 12 سنه هم دول فعلا اللي كان فيهم كل الكلام، وهم اللي كان فيهم كل الخروقات والانتهاكات الصريحه الواضحه ببجاحه. لكن اي حاجه حتى كانت بتتم قبل كده من 52 لحد ال 12 سنه اللي فاتوا ما يبداوا كانت بتتم وبتجرى من تحت الترابيزه، في شويه خشه فساد وقذاره، ولكن من تحت الترابيزه عشان المنظر العام. انما احنا النهارده بقت البجاحه عيني عينك. احنا عايزين القاضي اللي يقعد في مجلس الدوله يحكم بسعوديه الجزيرتين عشان السلطه عايزه كده. هل يا مجلس الدوله الفرنسي اللي ورايا، هل يا مجلس الدوله الفرنسي يا اللي انت دلوقتي انا واقف قدامك بتكلم اهو، ولا في عسكري ولا في بوكس ولا في خدمه ولا اي حد خالص، ولا اي حد خالص اعترضني وانا حتى بصور قدامه، هل فيكم حد يا رئيس ويا اعضاء مجلس الدوله الفرنسي اللي انا بتكلم قدامه ممكن يترفع قدامه او قدامكم دعوه قضائيه تتضمن بيع او تنازل او تفريط ماكرون او حكومته
عن اي جزيره من جزر فرنسا اللي بتمتلكها، ومنها جزر في البحر المتوسط، ومنها جزر في امريكا الناحيه الثانيه، وفيها جزر في اسيا. انتم لو جات لكم دعوه او اودعت دعوه بهذا المفهوم وهذا المضمون عندكم هنا في مجلس الدوله اللي انا واقف قدامه بمنتهى الاريحيه وبعلو الصوت، بقول لحضرتك هل لو ايمانويل ماكرون وحكومته حاولوا بس يهوبوا ناحيه جزيره ويقول لك اصل الجزيره دي تبع امريكا، لا مش بتاعتنا، دي بتاعت انجلترا، لا دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ايطاليا، اسبانيا، كوالالمبور، واحد فيكم ممكن يتعزل او يتفصل له قانون او يهجر ويتنفي او يعتقل عشان بت وفصل في مسألة بتوصم النظام والرئيس والحكومة كلها بالخيانة والعمالة؟ حبيت بس من دفتر الذكريات اقلب المواجع. ما هو احنا مش هنتوجع لوحدنا، لازم واحنا بنتوجع نوجع معانا. والرسالة اللي بوجهها دلوقتي لكل عضو في مجلس الدولة، أنا آسف في انتهاك الدولة حاليا لحد ما ينضف إن شاء الله. راجع نفسك وشوف أنت مكانك الحقيقي، شوف أنت وضعك الحقيقي هو إنك تبقى مسيس مراسلة، ولا زي زمايلك اللي ورايا اللي ما يقبلوش لا على فرنسا ولا شعبها انتهاك او انتقاص او مساس باي حق من حقوقهم او سنتي من ارضهم. اشوفكم على خير لو كنت من اهل الدنيا. خلاص، مقاومة وقصاص. تحياتي من امام مجلس الدولة الفرنسي.